السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. كنتمنى يلقاكم فيديو اليوم في أحسن الأحوال. كنشكركم بزاف بزاف على التفاعلات ديالكم والتشجيعات اللي كنقرا في التعليقات. فيديو اليوم هو وجبة خفيفة ممكن نقدموها على مائدة الإفطار بما أننا في هذا الشهر المبارك، أو نقدموها في العشاء. نتمنى هذا الفيديو تاع اليوم يعجبكم ان شاء الله، وحتى نتوما تجربوا هذه الوصفه. بالنسبه اللي اول مره كيزور القناه ما ينساش يدير اشتراك ويضغط على الزر الاحمر. اما بالنسبه اللي مشتركين ما ينساوش التعليق واعجاب. وشكرا. نخليكم على المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله. نبداو بالمرحله الاولى. كناخذوا 5 البطاطات متوسطين الحجم، كل واحد على حسب الكميه تاع الدجاج اللي عنده. انا هنا درت 5 البطاطات متوسطين، قطعتهم مربعات، ودرت معاهم شويه الملح وشويه الماء، ثم وضعتهم فوق النار مده 10 دقائق. نخليكم مع الفيديو. من بعد كناخذوا كسكاس كنفوروا فيه في خيطه تاع الدجاج بالنسبه للكميه على حسب افراد العائله. هنا غندير معاهم غير شويه الملحه وشويه البزار وجوج ضريسات ولا 3 تاع الثومه مقطعين هكا شرائح. صافي نوضعوها فوق النار حتى يتفوروا لينا دوك الفخيضات. من بعد كندوزو للبطاطا. من بعد ما تسلقات لينا وصفيناها كندوزو هكا كنمعكوها مزيان حتى تولينا بيوري. نمروا الان نحضروا لا ماريناد اللي غنوضعوا فيها الفخيضات تاع الدجاج. هنا وضعت جوج معالق كبار تاع ياغورت طبيعي، ثم كنضيفوا معلقه صغيره تاع لا موطارد، ايضا التوابل اللي هو سكينجبير والتحميره اللي هي البابريكا، قليل من بودره الثوم، معلقه صغيره تاع القزبر يابس حبوب مطحون، وفي الاخير نصف حامضه معصوره. بعد ما خلطنا وطابوا لينا الفخيضات تفوروا وطابوا صافي كنغمسوهم مزيان في هذا الخليط ونحطوهم حتى يتشربوا لينا مدة 10 دقائق. من بعد ندوزو المرحلة الموالية. عندنا هنا القليل من دقيق الفرز، وهنا لا شابلور، الفخيدة تاع الدجاج ديالنا، والفرماج شرائح، هنا البطاطا اللي رجعنا بيغي، وبيضة واحدة. نمروا الان ناخذ القليل من البطاطا، كندير قريصه صغيره وكنوضعوا فوق منها الفخيط تاع الدجاج، ونوضعوا فرماج ساندويش هكا، ونبقاو كناخذوا البطاطا بشويه بشويه ونسدوا على الفرماج ما يبقاش يبان ويعطينا شكل فخيط. غنخليكم مع الفيديو باش تشاهدوا الطريقه كي كندير لها. نتوما كتبقاو تجمعوا بشوي بشوي حتى كيتسد لكم كلشي، ما كيبقاش يبان فرماج نهائيا. نخليكم مع الفيديو.
من بعد ما انتهينا عطانا على شكل فخيضات، يعني خصنا نشكلوهم بهذه الطريقه. صافي هنا وضعناهم في البيض، من بعد غادي نمرمدوهم في دقيق الفرز حتى نكملوا الفخيضات كاع اللي عندنا. من بعد كنعاودو نرجعوهم في البيض ونديروهم في لاشابلور. صافي، وضروري في هذه اللحظه راه حنا كنردو المقله فيها الزيت باش كتسخن. هنا من بعد ما سخلينا الزيت وضعنا فيه الفخيضات ديالنا كيتقلاو، نبقاو نقلبوهم حتى يتحمروا لينا من جميع الجوانب. من بعد ما سالينا القليان، هذا هو الشكل النهائي تاع الطبق تاع اليوم. رافقته مع سلطه ان شاء الله غنشارك معكم في فيديو لاحق ان شاء الله. ايضا قدمته مع صلصه المايونيز وصلصه كيتشوب. بالنسبه لهاد الفخيضات المذاق ديالهم كيجي رائع، ان شاء الله غتجربوهم وغيعجبوكم. اذا ما بقى لي غير نودعكم الى فيديو قادم بحول الله. الى اللقاء.